ازيك يا ماما يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ والله ليكي وحشه كبيره قوي. وانت كمان والله يا قلب امك. انت عامله ايه يا حبيبه امك؟ بخير؟ الحمد لله يا ماما. ولادك عاملين ايه؟ بيبوسوا ايديكي. وجوزك كويس؟ بيقولك انت عامله ايه يا ست الكل. قولوا له بخير، انا بس ناقصني ان انا اشوفه. والله يا ماما طلبتيها ونلتيها. ليه خير؟ احنا عاملين عقيقه يا ماما، ما تتاخريش بقى. يا اختي كل سنه وانت طيبين، وتن البيت عامر كده بحسه يا رب، ويعمل كل سنه يا رب كده ويوسع. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. بس بقولك ايه يا ماما، انا ما رضيتش اطلع عند عصام اخويا فوق. ليه بس يا بنتي؟ ما انت عارفه يا ماما، انا ما بحبش مرات اخويا ولا بحب اكلمها. كلمي انت بقى عصام وقولي له يجيب العيال ويجي يوم العقيقه عشان يفطروا عندنا. يعني ايه يا بنتي؟ هعزم عصام اخوكي بس وعياله؟ اه يا ماما، عصام وعياله بس. لا حول ولا قوه الا بالله. في ايه يا ماما؟ ما انت عارفه ان انا ما بحبهاش ولا بكلمها. ينفع يعني حد يجي لي بيتي وانا ما بحبوش؟ اسمعي يا ماما الكلام اللي بقولك عليه، وعزمي عصام بس هو وعياله. ما تقوليش لمراته مش عايزاها تيجي، عشان لو جت عندي هحرجها قدام الناس. لا خلاص يا بنتي، وعلى ايه؟ خلاص يبقى اتفقنا، خلي شكلنا حلو كده قدام الناس. خلاص يا بنتي اللي يريحك. كل سنه وانت طيبه وعقبال كل سنه. وانت طيبه يا ست الكل، ما تتاخريش. انا هبقى اتصل بقى على عصام اخوكي واقول له. طيب ماشي يا ست الحبايب، هتعوزي مني حاجه؟ سلامتك يا بنتي. يعني اروح اقول ايه لعصام دلوقتي؟ اختك بتقولك تعالى انت وعيالك وما تجيبش مراتك. هي دي المصيبه السودا يا ولاد. ده ايه اللي بيحصل ده؟ عموما هقول له بقى وماليش دعوه. ازيك يا بنتي يا سناء؟ الحمد لله يا حماتي. قال انت يا بنتي ما نزلتليش النهارده ليه؟ معلش يا ماما حقك عليا. كل سنه وانت طيبه. ده انا كان عندي غسيل كتير قوي، خد كل وقتي، معلش بقى يا حماتي، متعوضه. بقى كان عندي غسيل برضه؟ ماشي يلا ما علينا. ايه يا واد يا عصام، عمال ارن عليك طول النهار يا واد، مش عارفه اوصلك، تليفونك ماله؟ معلش يا ماما بقى، اصل انا لما بنام بعمل التليفون وضع طيران عشان محدش يزعجني. طيران؟ اعملوا طيران يا واد وحطوا على سور البلكونه عشان يطير. المهم يا واد انا جايه لك في رساله. رسالة؟ خير يا امي. اختك سعاد لسه ماشيه دلوقتي من عندي. ايه ده؟ سعاد اختي كانت هنا ولسه ماشيه؟ ايوه عشان رايحه تشتري طلبات. بتقولك ان شاء الله يوم العقيقه اللي هي عاملاها عزمك انت وعيالك. ربنا يديها الصحه يا رب. كل سنه وهي طيبه، وربنا كده يا رب ما يقطع لها عاده. بقول لك ايه يا منى، عايزك كده كده ايه تظبطي شويه هدوم حلوه كده للعيال، وانت كمان ظبطي لنفسك طقم حلو كده عشان نروح نقضي اليوم هناك. هي مين يا اخويا اللي تظبط طقم؟ منى يا ماما، منى. لا يا ابني هي ما قالتليش كده، قالت لي عصام وعياله. يعني ايه يا امي؟ ما قالتلكيش عصام وعياله اللي هو مراتي وعيالي؟ لا يا ابني بتقول عيالك بس، انت وعيالك بس. مش مشكله بقى يا عصام، يمكن عايزاك انت بس كده تبقى معاها في اليوم ده. بقول لك ايه، لما تيجي رايحه عندها في اليوم ده ابقى خدني معاك في طريقك يعني، وديني كده عند ماما وانا افطر هناك عندهم. ماشي يما ماشي، سهل سهل الموضوع. خلاص بقى يا عصام، اديني وصلت لك الرساله زي ما اتقالت لي بالظبط. اقعدوا بالعافيه بقى. ماشي يما، ادينا هننزل وراك اهو عشان نفطر. طيب. هو في ايه يا منى؟ انا اعرف يعني يا عصام، ما ديك شايف الكلام اللي امك قالته. يعني ايه عايزاني اروح وتقولي لي وديني يعديني عند اهلي اروح افطر عند اهلي؟ انت عارفه ان اهلك في محافظه تانية خالص، يعني عايزه تسافري من محافظه لمحافظه عشان تروحي تفطري عندهم؟ كل ده يعني عشان اختي ما عزمتكيش ولا قالت لك تعالي العقيقه؟ هو انت شايفاني ايه، مش راجل ما عنديش نخوه؟ تقديرك من تقديري انا. وانا يعني هروح العقيقه غصب عن اختك يعني يا عصام؟ انت مش هتروحي اصلا، انا ما قلتلكيش روحي، وانا كمان مش هروح. لا يا عصام ما يصحش، ما ينفعش ما تروحش، دي اختك برضو، ما يجراش حاجه. يا ستي امي تبقى تروح لها، والعيال لو عايزين يروحوا معاها يروحوا، هم حرين، انا مش همنعهم. دي برضه عمتهم في الاول وفي الاخر، لكن انا مش هروح. انا هروح لها وكل حاجه، بس مش في نفس يوم العقيقه، هروح لها يوم تاني بعد ما تعمل العقيقه، عشان اعرف اتكلم معاها كويس، لان تقديرك من تقديري وكرامتك من كرامتي. يا عصام عادي، ما يجراش حاجه، انا مسامحه يا سيدي. روح انت بس في اليوم ده عشان تبقى جنبها، عشان تفرحها كده، وخد العيال معاك، وانا يا سيدي زي ما قلت لك مش مشكله، انا هروح افطر عند اهلي عادي يعني لما اسافر، ده ساعه بالعربيه. بقول لك ايه يا منى، انت سامحي في حقك زي ما انت عايزه، لكن انا مش هسامح. انا بحب اواجه كل واحد بغلطه، وكل واحد يعرف هو عمل ايه وغلطته ايه، وكل واحد ياخد حقه، واللي يزعل من الحق يبقى هو اللي غلطان، يبقى يشرب من البحر. الكلام انتهى في الموضوع ده، وعايزك ما تتصليش على اهلك وتقول لهم ان انت رايحه تفطري.
انت فاهمه؟ حاضر حاضر يا عصام. ربنا يهديكي يا سعاد. هو انا يعني كنت عملت فيكي ايه ومش فاهمه انت زعلانه مني ليه؟ ايوه ايوه جايه. ايه ده عصام؟ تعالى. ده انا كنت لسه هلبس هدومي وهجيلك. وانا ما يهونش عليا تعبك يا اختي، فجيت لك انا اهو. جوزك هنا ولا مش هنا؟ لا جوزي مش هنا. يبقى احسن برضه عشان نعرف ناخد راحتنا في الكلام. اتفضل. منور يا اخويا يا ابن ام وابويا. انا منور، ده نور المصابيح الكتير اللي انت قايداها. بقى كده يا عصام؟ بقى تقطع صلة الرحم اللي بينا؟ هو انت مفكر ان جوزي واهل جوزي هينسولي الموقف ده لما يشوفوا كده اخويا وولاده؟ ما جوليش في يوم العقيقة اللي انا عازمة فيه الدنيا بحالها؟ في ايه يا عصام؟ هي مراتك دي عامله لك عمل؟ انا ما بحبهاش ومش عاوزاها. مش معقول يعني هتفرضها عليا؟ انا عايزه اخويا وبس، مش عايزه اي حد تاني. وبعدين انا رحت قلت لامك، قلت لها انا عايزه اخويا وولاده، مش عايزه مراته تيجي معاه. تقوم انت ما تجيش وتحرجني كده قدام جوزي واهل جوزي؟ الاقي امك هي اللي جايه كده لوحدها بطولها؟ وهان عليك تسيب امك تيجي لوحدها؟ هو انت ما بتردش عليا ليه؟ شايفني مولعه في بعض وعماله باكل في نفسي ولا في دماغك ما بتردش عليا ولا معبرني ليه؟ مستنيكي لما تخلصي كل كلامك واشوف ايه تاني اللي هيولع. كفايه انا مولعه. عايزني ايه؟ اقوم اولع في البيت كله عشان ترتاح؟ ده كويس فعلا ان جوزي مش هنا وشاف الحوار اللي بيني وبينك ده. بصي يا سعاد يا اختي، في مثل كده بيقول لاجل عين تكرم الف عين، وفي مثل تاني بيقول لاجل الورد ينسقي العلاق. صح ولا انا غلطان؟ معرفش. انا ليا اخويا وبس. هتقعد تقول لي بقى ورد وعلاق والكلام الفاضي ده؟ انا ماليش في الكلام ده. هي ما بتنزليش من زور، ما بحبهاش يا اخي. فيه ايه؟ هتفرضها عليا؟ لا يا سعاد، ما بفرضهاش عليك، عشان كده ما جبتهاش. بس انا بقى كرامتي من كرامة مراتي، زي ما انت كرامتك من كرامة جوزك. انا عايز اسألك سؤال وترد عليا بصراحة. لو اهل جوزك هم اللي عملوا الموقف ده وعزموا جوزك على فطار ولا على عشاء ولا اي عزومة وقالوا له هات تعالى انت وعيالك بس وما تجيبش مراتك، انت هتعملي ايه ولا هيبقى شعورك ايه؟ لو انت هتقبلي ده على نفسك انا كمان هقبله على مراتي. مش حبا فيها يعني ولا حاجة، بس هي مراتي. تقصد ايه يعني يا عصام؟ انا دخلت الست دي بيتي وقبلت ان هي تبقى ام عيالي وتبقى مراتي، يبقى الكلام واقف لحد هنا. تقديرها من تقديري وكرامتها من كرامتي. لازم يبقى التفكير بالعقل مش بالعواطف. لو الموضوع كان بالعواطف كان زماني جيت جري، كنت سبقت امك، كنت جبت ولادي عشان اراضيهم. انما ابيع مراتي؟ لا مش هيحصل. لو انا دوست على كرامتها يبقى انا دوست على كرامتي، وانا ما اقبلش ان اي حد يدوس على كرامتي حتى لو كان الشخص ده انا مش اختي. يعني انت يعني يا عصام بتهزقني بالذوق؟ مش بهزقك ولا حاجه، انا بفوقك وبعرفك الصح. انت كده مش بتهزقني، ده انت كده بتمرمطني. ده انت عمال تسلخ فيا سلخ كده يمين وشمال، عمال تدوس على الجرح. يا عم ما بحبهاش، مش عايزاها. هو انا قلت لك حبيها؟ ما انت اللي زعلانه وبتقولي ايه عصام اخويا قاطعني. انا ما قاطعتكيش، انا قلت لامك عينيا الاتنين انا هروح لها. تعرفي مراتي عملت ايه لما سمعت الكلام ده؟ كانت عايزه تركب من محافظه لمحافظه عشان تروح تفطر عند اهلها. تعرفي ليه؟ عشان ما تحسسنيش بان ممكن يكون في زعل بيني وبينك، وعشان برضو ما تحسسنيش ان هي زعلانه وانا اللي قلت لها لا. بالله عليك يا عصام قالت لك كده؟ اه والله قالت لي كده، وقالت لي روح لاختك وراضي اختك ما تسيبهاش وما تزعلهاش، وقف جنبها في يوم زي ده، وخد معاك العيال كمان عشان تفرحهم وتفرح اختك. ايه ده معقول؟ سناء قالت لك كده؟ اه قالت لي كده، وامك شاهده على الكلام ده. بس امك ما قالتليش الكلام ده. وانت ليه تستني امك تقولك ولا ما تقولكيش؟ ده انت حتى ما كلفتيش خاطرك وتيجي تخبطي حتى على بابي وتعزميني. بلاش يا شيخه تدخلي عندي، كنت عرفيني حتى ان انت تحت عند امك وانا كنت هنزلك، مش تعزميني زي الغريب. يا دي الكسوف يا ولاد. ليه عملت كده يا سعاد؟ ليه؟ عشان حته لحمه وشويه رز؟ عايزاني اشرفك قدام اهل جوزك واكسر خاطر مراتي؟ عارفه لو اي حاجه تانية كنت قلت عادي. لو كان حتى فرح ولا اي حاجه تانية ما كنتش هتكلم، كنت هقول لها عادي روحي عند اهلك. لكن ده فطار يعني، حتى كنت هتاخدي صواب يا شيخه، والناس كلها ملمومه واحنا في رمضان. هو انا يعني بخيله يا عصام؟ ما انت عارف انا يعني مش بخيله ولا حاجه، وانت عارف ان انا ما كنتش عايزاها مش عشان الاكل ولا حاجه. ده الاكل كان كتير واديت البوابين واديت الجيران واديت للناس كلها. انا بكلمك عليا انا مش عليكي انت. خلاص بقى خلاص بقى يا عصام، انا حسيت بغلطتي. طب اجي معاك اصالحها؟ انا كان نفسي تقدريها زي ما بتقدريني، دي كانت هتبقى حاجه كبيره قوي بالنسبه لي. عندك حق فعلا. عمر الدنيا ما كانت كده. وصدقوني كلكم هقول لكم كلام وعن تجربه، كرامتك من كرامه مراتك. عارفين ليه؟ لانها بقت ام ولادك، بقى في بينكم حاجه مشتركه وكل شيء بالاصول.
زي ما بتدي اهلك واخواتك حقهم اديها ولو جزء بسيط من حقها. حسسها ان انت بتخاف عليها، حسسها ان انت سندها وظهرها. اوعى في يوم من الايام تفرط في كرامة مراتك علشان خاطر اي حد، وكل شيء بالاصول وبالعقل، ولازم ترضي ربنا قبل اي شيء.